القاعدة الثالثة، الثلاث ثواني الصامتة، دي بقى حركة المعلمين. لما يحصل موقف يستفزك أو حد يغلط فيك، اوعى ترد على طول، عد في سرك 1 2 3. الثلاث ثواني دول هما الفرق بين رد فعل طايش هتندم عليه وبين نظرة ثقة ترعب اللي قدامك. الصمت في المواقف دي أقوى من 1000 شتيمة، بيوصل رسالة للي قدامك انت ولا هزيت فيا شعرة. طبعا الكلام سهل بس الفعل صعب. أول ما تبدأ تطبق ده هتحس انك بترلي من جواك وعايز تنفجر، وتقول لنفسك أنا ازاي اسكت، ازاي ما ردش عليه. شيطانك هيقولك انت كده ضعيف، انت كده حقك ضاع. صدقني بيكذب عليك. القوة الحقيقية مش في الزعيق والخناق، القوة في التحكم، انك تبقى قادر تهد الدنيا بس تختار انك تبتسم وتمشي، عشان الناس دي أصغر من انك تضيع وقتك معاهم. ده البرود الملكي. بعد فترة من التدريب هتلاقي نفسك بقيت شخص تاني. الناس هتبدأ تعمل لك 1000 حساب، مش عشان بتخوفهم، لا عشان بقيت لغز. محدش عارف يمسك عليك كلمة، محدش عارف يعصبك. هتبقى ماشي وسط العواصف وانت ناشف وثابت. هتحس بسلام نفسي عمرك ما دقته قبل كده، وكأنك كنت عايش في سوق خضار وفجأة عزلت الكومباوند هادي. السؤال ليك دلوقتي، هتفضل لحد امتى مستباح؟ هتفضل لحد امتى ريموت مشاعرك في ايد اي عيل معدي في الشارع؟ الحياة أقصر من اننا نضيعها في حرقة الدم. خد قرارك دلوقتي، يا تعيش محروق دمك يا تعيش رايق. لو وصلت لهنا فشكرا علشان كملت للآخر، وما تنساش اللايك وقول لنا رأيك في التعليقات، هقرأ كل تعليقاتكم. دمتم هادئين.